في خطوة هي الأولى من نوعها تستعد شركة النفط الفرنسية العملاقة توتال لمغادرة السوق التركي بسبب ارتفاع الضرائب التي تفرضها السلطات التركية على شركات الوقود، حيث تجاوزت 60%. كما تواجه هذه الشركات إجراءات بيروقراطية معقدة تعيق نمو أعمالها. تجارة الوقود في البلاد ليست مربحة بسبب ارتفاع الضرائب الحكومية، كما أن هناك سببا آخر لانخفاض الأرباح، هو أن الشركات تشتري الوقود بالدولار وتبيعه بالليرة التركية، عدا أن الحكومة تفرض شروطا صعبة ومعقدة على الشركات الأجنبية العاملة في البلاد، وتتعامل بازدواجية في الشروط من شركة لأخرى، وهذا ما يدفع الشركات لمغادرة البلاد. وتأتي توتال في المرتبة السادسة ضمن كبريات شركات توزيع الوقود في تركيا، حيث تستحوذ على حصة 5% من السوق بعدد محطات يصل إلى 440 محطة يعمل فيها ما يزيد عن 10,000 مواطن تركي. ارتفاع الضرائب لم يؤثر سلبا على الشركات فحسب، بل زاد من تذمر المواطن التركي أيضا. الحكومة تقتطع 50 أو 60% من رواتبنا كضرائب، ومن ثم تفرض على الوقود مرة أخرى ضريبة 60%، وبالتالي فهي تأخذ منا الضريبة مرتين، وهذا أمر مؤسف للغاية. ويتوقع مراقبون أن تحذو عدد من شركات توزيع الوقود العالمية حذو توتال، كل ذلك في الوقت الذي تتوالى فيه عمليات انسحاب عدد من البنوك العالمية من السوق التركي بسبب الضغوط الحكومية المتزايدة عليها. ضغوطات ضريبية وبيروقراطية وأخرى سياسية كانت وراء خروج توتال للوقود وعدد من البنوك الأجنبية من تركيا، ومما لا شك فيه أن عمليات الانسحاب المتتالية لشركات عالمية من البلاد من شأنه أن يضر بالاقتصاد التركي عاجلا أو آجلا. مهران عيسى، سكاي نيوز عربية، اسطنبول.